ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لم أرى بلكي جيراني أرى. قرد ولا بشار برهو، ما تنشق عن الدولة، بس والله ما خبرتنا عن منصبك ولا يفضى عرضك. قال انشقوا عن الدولة، خسارة كبيرة بصراحة لسوريا وللسوريين، انشقاق هكذا قذر طائفي شبيح سابق، ولك أرشيفك أوسخ من اللي برجلي. نسيت ولا نذكرك ولا؟ خلينا نتذكر سوا. لكن شو أخذتن على الجامع؟ أنا بالنسبة إلي مع قتل أي شخص بيدخل على الجامع، لأنه الجامع صار شر بالنسبة إلي. فكرتوا الأرشيف خلص؟ لا 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 لا، لسه فيه. تفضلوا. الجندي يلي أبو حبة البطاطا يلي هي أقدس من الكعبة تبعكم. طبعا يا جماعة الخير، هذا القذر الشبيح الحق على شباب التحرير يلي طلعوه من المعتقل، يلي قضى حياته كلب سلاقي لبشار الأسد ونظامه، وآخر شي زتوه مثل الكلب بالمعتقل. ومين طلعه من المعتقل؟ شباب التحرير. للأسف الشديد هكذا قذر وهكذا حشرة يجب أن يقضي حياته في المعتقلات، لأنه أساسا إذا ما بدك تحاسبوا على اللي عمله اليوم، حاسبوا على اللي عمله بالماضي. حاسبوا على وصف المصلين، وحاسبوا على سب الكعبة، وحاسبوا على مسخرته على القرآن الكريم وعلى كلام الله عز وجل. ولك كلام قذر جدا الأرشيف تبعه، أقسم بالله إنه إذا بضل أعرض لكم فيه من اليوم لبكرة فلا بخلص من القذارة والسم اللي كان يبخوا على أبناء الثورة الكريمة. ولك هكذا قذر مكانه سلة زبالة. أنت بدك تفوت على فنادق وتنحمى يا ابن ال60 صرماية؟ الله يصلحكم بس يا جماعتنا. هكذا قذر شو بيسوي برا؟ يلا سيدي، دمتم بخير. السلام عليكم.